لو مرة حسيت انك بتدوخ او الدنيا بتسود في عينك اثناء التمرين فما تستهونش. الدوخة دي لها اسباب كتير وكتير منها ممكن نمنعه بكل سهولة. اول سبب، انت نازل التمرين وانت جعان، جسمك محتاج طاقة وسكر الدم بيفرغ بسرعة اثناء التمرين، وده ممكن يخليك تحس بدوخة او رعشة. والحل انك تاكل حاجة خفيفة قبل التمرين بساعة، ممكن موزة او تمرتين، وضروري تشرب مية. السبب التاني انك بتكتم نفسك. في ناس وهي بترفع وزن تقيل بتحبس النفس، وده طبعا بيمنع وصول الاكسجين للمخ فتحس بدوخة او زغللة. اتنفس بانتظام، خد شهيق وانت بتجهز وزفير وانت بترفع. تالت حاجة، جسمك ناقص سوائل ومية. اكيد انت عارف ان الجفاف بيقلل ضخ الدم للمخ وده بيخليك مش ثابت. اشرب مية قبل واثناء التمرين، وخصوصا لو الجو حر او بتعرق كتير. ولو وقفت التمرين فجأة من غير ما تهدي بشكل تدريجي فالدم هيفضل رايح للعضلات ومش هيرجع للمخ بسرعة. فالافضل انك تقلل شدة التمرين بشكل تدريجي وما تقفش مرة واحدة. الدوخة في الجيم ما هياش حاجة عادية، ده جسمك بيقولك انا مش قادر. فاسمع جسمك وكل واشرب وتنفس صح واتمرن بذكاء مش بعنف. فولو لايك واشوفكم الفيديو اللي جاي.